ولد العمدة. يا هلا ابو عبد الله، يا مرحبا. اسعد الله مساك بكل خير يا ولد. يا مساء النور. اليوم وش صاير اول رمضان؟ اعوذ بالله من الاشكال ذي. اشوف خاطرك باش. يا ولد لا تنكد علي فوق ما انا متنكد. اليوم صار لنا موقف، اعوذ بالله. اعوذ بالله من الشيطان. اعوذ بالله من الشيطان، واعوذ بالله من استحقار الرياجيل ومن القهر. اليوم يا طويل العمر دق علي واحد من اصحابي يعزمني على الفطور. اسلم. والله اني حاولت اعتذر منه لكن لزم، قال بالله انك تجي. قلت له ابشر والله والبس وعليه. يوم ان جينا والضيفان جايين عنده 3 رياجيل، والله هيبة رياجيل وشخصيات وما فيهم قصور. يوم ان تمينا على السفرة، احنا جايين قبل المغرب بشوي، وفتح الرجال الشربة وان فيها دجاج، ولدام وان فيه دجاج، وان للرجال متكلف وسفرة زينة ما فيها قصور، والحرمة مشتغلة ما فيها قصور مرة. السفرة كل شيء فيها، والله فيها لدام وفيها الشربة وفيها المكرونة وفيها كل شيء. يا ساتر، يوم من ضرب الأذان يا طويل العمر واخذنا فذة تمرة، قال واحد منهم انت ما تستحي يا ابو فلان؟ قال خير. قال مقلطنا على شربة دجاج وشربة ودام دجاج قلنا نعمة يا رجل، لا تأفتر على انهم أعوذ بالله منهم دول. إيه قال ما انت يوم ان فلان يعزمنا وتجي بيننا وبينه وتحلف علينا وتطلق ان نفطر عندك، ولا انت مقدرنا ولا انت داهن شواربنا بالدسم، ليش تعزمنا؟ أعوذ بالله. على الفطور. وش يبون؟ يبغون لهم طلي على السفرة على الفطور. حسبي يا الله. ايه يقولون فلان يمديه اثنين آله يمديه مبرك لنا القعدان والطليان، وانت جايب لنا دجاج وجايب لنا مكرونه وجايب لنا ويحطون عليها يا ابو عبد الله. انا ولد ابو. او انظر في الرياجيل وان النعمه والسفره والله يا ابو عبد الله انها فوق مترين. موجود السمبوسه كل شيء ما لذ وطاب. والله العصيرات انها فوق 5 أنواع و4 أنواع. لا اله الا الله. ويمسكها الثاني ويحط عليه. انت ما تستحي؟ الضيوف هذولي؟ ايه الضيوف هذولي انت ما تستحي؟ كيف تعزمنا العزيمه ذي وحنا طراقي جايين من بعيد وحنا الفلانيه عيال الفلانيه، وننظر حنا يا ولد ساكتين، بس حنا يدوب الامور، بس يدوب ماسكين انفسنا على السفره. يوم ان خلصا منها الرياجيل ينقز الثالث اللي جاب الدمعه صح ومعذبنا يبكي. حسبي الله ونعم. بكى. إيه قلت بكى. اعوذ بالله. تلغثم وحالته. قلنا يا ولد لا تبكي ولا شيء، تراك ابيض وجه، سفرتك والله طيبه وتبيض الوجه. يا رجال انتم وش تبون؟ السفره ما فيها قصور، كل شيء فيها، كل ما لذ وطاب. قال ما الرجال ذا ما كرمنا، لا جاب لنا الطلي، على الاقل يجيب لنا طلي. قلنا يا رجال خلم الاذان على الاقل ينتهي. الطلبه قامت والاذان ما خلص. اعوذ بالله. قلنا انتم تبون طليان ولا حمدتم الله على النعمه ولا قدرتم الرجال اللي من العصر وام العيال اللي من العصر جالسه تطبخ وتنفخ وتدورون كمان اكرام. انتم رياجيل ما تستحون يا ولد، ما عاد نقدر نمسك انفسنا. جاي انتم اول شيء رياجيل بطن ورياجيل صحون، ولا فيكم لا شيمه رياجيل. ايوه ولا فيكم لا شيمه لا رياجيل ولا تقدرون. تدرون العلم النوعيه ذي ما تقلط حتى مجالس الرياجيل. وان عندي واحد قال لابو فواز يوم اني شافني حطيت عليهم، قال تدرون يا رياجيل ما دام العلم وصل كذا يلا مع الشارع معذبنا يبكي وحنا ما عاد نطعم العيشه، والله يكرشهم مع الباب. بيض الله. قال روحوا دورهم الطليان وعيال الحشو، يلا روحوا اضربهم الشارع وينظرون فينا وإننا صاملين. حنا قمنا وقفنا، ما عاد فيها، ما بقى فيها غير إنه انتهاوش، وهو يضربون الشارع ومعذبنا. والله أخذ له فوق نص ساعة يهشم. أعوذ بالله منهم. يا دوب في هوادم كذا أقوى من كذا. في ناس يا ولد مرضى مرة مقياسه في وش تأكله. أعوذ بالله. ما عاد فيهم لا احترام ولا تقدير، بس وش تقدم لي أنا طيب ما عنده شيء، مستور حال الرجال. والحرمة ما قصرت من الظهر وهي تطبخ علشان تكرم الضيفان ذولي،
وهذول الرياجيل للاسف قاسم كرامتهم بما يقدم لهم. أعوذ بالله. ونسى من الكرامه في الاستقبال وفي تقديم الموجود اللي المعذب يقدر عليه. والله وابو فواز يكرشهم مع الدرج، قال يلا روحهم دورهم. هذول عاد خوينا قال انا الرياجيل، قال يا ولد هذول ما لا تستحي منهم، هذول ما يقدرون. الرياجيل اللي ما يقدرون النعمه هذول المفروض ما تقدرهم. بيض الله وجهك. وبرد بالشرك وهدى، وتقهوينا عنده وافطرنا الباقي من الفطور، والحمد لله رب العالمين. اي والله. ونعمه كلها. ليش الناس يستحقرون النعمه؟ الله يحمانا. وبعضهم مقياسك يا ابن الحلال، مقياسك ما هو اللي يقدمون لك في الصحون. هذول رجال الصحون ورجال البطون، هذول مقياسهم الله يكرمكم بس كالبهائم. ذول اللي يقول انا كرامتي في صحني، غلط. اعوذ بالله. كرامتي في كيف يستقبلون الرياجيل، ايش يحترموني ولا ما يحترموني، ما هو في الصحن اللي قدم لي. اعوذ بالله. هذه رساله، الناس يحمدون الله على النعمه. والبطره ما هي زينه، ولا تقيس نفسك بما يقدم لك. قد يكون يعزك فقير ويحبك فقير، لكن الجود بالموجود. نعم. هذا العلم وسلامتك. الله يعطيك العافيه ود الحمد.